السلام عليكم. النجم الساحلي ينتصر على النجم المتلوي بثنائية مقابل صفر، هدف مهرب الصغير والشعباني في اللحظات الأخيرة. اليوم الإتوالي حقق الأهم واللي هو الثلاثة نقاط. اليوم مش نحكيو على المقابلة كيفاش تعامل محمد علي نفخة أمام عماد بن يونس في مقابلة النجم الساحلي والنجم المتلوي. أنت ما عليك صديقي كان شفت الفيديو هذا حاجة كالعادة، اللايك سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات وخليكم معنا للآخر الفيديو. نبداو المقابله، لكن اهم نقطه نحب نحكي عليها من الاول قبل ما نبداو نحكيو على المقابله والتفاصيل نتاعها، واللي هو اراء جماهير النجم الرياضي الساحلي. نسمع في برشا من الجماهير الاطوال انه الموسم هذا انتهى بالنسبه ليهم وما عادش فما حتى ديزوبجيكتيف. صحيح اليوم ليتوال منطقيا خسرت المنافسه على البطوله، خرجت من كاس الكونفدراليه، واللي هو بالنسبه لي موسم كارثي لفريق في النجم الرياضي الساحلي. لكن اليوم ما عادش عندك حتى حل، نزلوا دي زوبجيكتيف اخرين نتاع بطوله اللي لازمك تنافس على مركز مؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية على الأقل. وديما ما يولي طوال نحكي، وديما ما يولي طوال ومعروف ما يولي طوال الزين باشا بأي معنى في أي وضعية معنى انت موجود فيها لازمك بصيف عليك انك تنافس على الاقل على مركز مؤهل لكاس الكونفدراليه الافريقيه. هذاك علاش لي زوبجيكتيف نتاع الشامبيونا مازالوا موجودين، ومازال فما هدف واللي هو الاهم بالنسبه لي اللي هو كما حكينا التاهل لمسابقه افريقيه. اليوم النجم الساحلي امام النجم المتلوي، شفنا شوط اول كارثي باتم معنى الكلمه بالنسبه لليتوال، ولهنا كان السبب فيه نوعا ما الكاليتي نتاع اللاعبين اللي هبطوا في التيران واللي موجودين معنا بصفه عامه بالنسبه للتوال. وزاد عاونت فيها طريقه اللعب اللي اختارها اليوم عماد بن يونس من جهه المتلوي. اليوم عماد بن يونس يظل من اكثر الاشخاص والاكثر المدربين عارف انه الكاليتي نتاع لي زاكسيون نتاع النجم الساحلي، عارف الكاليتي نتاع وسط الميدان النجم الساحلي، انه كي تضغط عليه عالي راه باش تسبب له برشا مشاكل، خاطر عارف انه فما لونتور كبيره في الخروج بالكره. كيف زاد عارف انه اغلب اللاعبين ما همش قويين تحت الضغط. هذاك علاش عماد بن يونس اختار من اول مقابله انه يبريسي عالي على النجم الساحلي، وحتى مع الورقه الحمراء اختار انه يطلع عالي باش يلز ليتوال انه يمشي اكثر للكرات العاليه. وذا اللي صار في الشوط الاولاني، تقريبا ستاتستيك كبيره متاع كرات مباشره اغلبهم كلهم خاطئه، ويحاول ليتوال من وقتها انه يربح الدوزيام بال عن طريق سيدريك كبور، ربح كوره او اثنين في وسط الميدان، لكن بعد ما مشيتش بالخطوره الكافيه. هذاك علاش ليتوال اليوم في الشوط الاولاني شفناه عاجز بطريقه غريبه انه يمشي يلعب كره لوطه، ويحاول انه معنا عن طريق ملاعبي اللي هو راقي العواني يجبد لوسط الميدان باش يعمل اكثر سوبريوريتي في وسط الميدان. هذا الكل ما شفناش. كيف زاد حتى لي كولوار ما خدموش بالباهي. شفنا معنا ليتوال تقريبا في الشوط الاولاني عاجز عاجز تماما انه يخرج بالكرة نظيفة ويوصل لمناطق نجم المتلوي، بل بالعكس معنا شفت انه نجم المتلوي في الشوط الاول تكتيكيا كان خير برشا من ليتوال. لكن في الشوط الثاني اللي تبدل بالنسبه لي بخلاف طبعا معنا الورقه الحمراء اللي سهلت اللعبه على النجم الساحلي، اللي هو الكوتشينج اللي صار في رجوع كريستو للجهه اليسار، وخاصه دخول مهرب الصغير وكانتي في كي دخل في العمق بصراحه عطى برشا في البروفوندور بالنسبه للنجم الساحلي. كيف زاد حتى في وضعيات معينه كان ديما يتيح لي وسط الميدان باش يحاول يحرر الضغط اللي يعملوا نجم المتلوي كي يطلع عالي على الاتوال. وبالفعل فما كرات معنا تكسر فيهم الليني نتاع وسط الميدان نتاع نجم المتلوي بسبب كانتي. لكن بعد نحكيو على كاليتي نتاع فينيش ولا الملاعب يعمل في كل شيء غير انه في الدزويت ضعيف، هذا موضوع اخر. لكن هات نحكيو شويه توا على كريستو وعلى مهر بالصغير، خاطر بالنسبه لي اهم زوز معناها في نقطه تحول المقابله واللي خلات ليتوال تسيطر في اخر اربع دراج على المقابله الكل. لهنا كريستو كان بالطبيعه فيزيكمون ما شاء الله عليه، معناها كمل المقابله بنفس الريتم تقريبا، كان ديما موجود التالي وقت اللي تحول معناها كظهير ايسر، كان ديما هو الملاعبي اللي عنده دي كونسيني انه يشد الليني. دخل مهر بالصغير كان ديما مهر بالصغير موجود في البروفوندور في العمق باش يحاول ديما يستلم الكرات اللي تنجم تجي من لي زاكسيو والا من وسط الميدان باش يكون هو الملاعبي اللي يحرك فريق كامل. على خاطر ماهر الصغير هو احسن ملاعبي في النجم الساحلي حاليا، ينجم يقف على الكره نتاعو، ينجم يحرك الاطراف، كيف زاد حتى ينجم يلعب معناها الكرات معنا العمق ديريكت، معنا يشوف ملاعبي اتاكا والا اللي هو اللي يتعدى معنا البروفوندور يحاول يتك عليه. معنا احسن ملاعبي يلعب تحت الضغط حاليا في النجم الساحلي اللي هو
مهرب الصغير اللي كاليتي تكنيك ما شاء الله عليه، وما يستحقش معناها مهرب الصغير من نوعيه اللاعبين اللي يلعب لك ديما في مساحات ضيقه، وماهوش من لاعب نتاع ليني باش يحل ويجري ويعمل السبرنت نتاعو. هذاك علاش نجح به في المقابله، لانه دخل العب في العمق. مهرب الصغير بكل صراحه كل ما يستلم الكره تحس انه فما كاليتي تكنيك كبيره، معناها ديما يخدم لك كره على اللاير اللي هو في الكاذيه، معناها كريستو كان ديما يحل الخط يلعب عليه، كيف كيف زاد لوش في بعض الكرات على كانتي في العمق ومشيت الكرات بالباهي. لعب ديزين دو اللي بعد ما مشيتش الفينيش بالباهي، لكن على الاقل الملاعب يعطاه حركيه هجوميه ممتازه بالنسبه للنجم الساحلي، واستطاع من وقتها ان ليتوال انه يسيطر على المقابله في اخر ربع ساعه. كان بالنسبه لي احق في الانتصار، على خاطر قدم ربع ساعه الاخرانيه ممتازه جدا، وكان يستاهل على الاقل هدف. نرجعوا نحكيو شويه توا على الليبالاريتي اللي ما تستغل فيها ليتوال مع الاسف في اخر المقابلات. وقت اللي تجيك مقابله كيما اللي صار معناها في الكوب دافريك، وتجيك معناها تقريبا 10 كرات ثابته، ونفس الشيء ضد المتلوي معناها تجيك عدد كبير من الكرات الثابته وكلهم يتنفذوا بنفس الطريقه، وما فماش حتى ريسيت في حتى كوره، لهنا تبان انه فما مشكله نتاع خدمه على ليبالاريتي. علاش ما نشوفوش اليوم معناها ديبالاريتي ولا ديكونير يتلاعبوا معناها ادو، تحاول انك معناها تخلي البلوك نتاع النجم المتلوي يفقد التوازن نتاعو، خاطر انت كي تلعب ركنيه والا مخالفه على اثنين ويكون عندك انشينمون خادمه في وسط التمارين، وقت تنجم تخلي الدفاع نتاع النجم المتلوي في خلل، يفقد معناها يكون اون ديزيكيليبر، معناها يفقد الديزيكيليبر نتاعو التوازن نتاعو. وقت اللي يكون هو معناها وقت اللي باش تلعب له انت كرات ديما بنفس الطريقه، يتحط دوزيام بال ولا بريمي بوتو، والا اللي هو معناه في الدوزيام بوتو ولا بريمي بوتو، وقتها باش تصير نوعا ما شويه مشاكل، على خاطر ماكش باش تنجم معناها بخلاف معناها ريسيت اللي صارت للشعباني معناها اللي خذا بريمي بوتو. لكن في اغلب الكرات باش يكون التمركز نتاع دفاع النجم المتلوي اللي عندهم معناها قامات ممتازه ويضربوا بالراس بالباهي، باش تسهل عليهم معناها انت اللعبه كي ما تنوعش معناها في كل كره باش يكونوا تقريبا حافظين لك. وهذا اللي صاير معناها من اول مقابله وحتى من اول موسم، واللي نطالبوا به ديما ستاف تكنيك نتاع ليتوال انه يخدم اكثر على الجزئيات هذوما. اليوم هاك شفت انت بالاريتي جابت لك ماتش وسهلت لك ماتش اللي كنت تنجم اليوم تضيع النقاط، لانه ورقه حمراء نتاع النجم المتلوي. اللعبه في بلادك انت مطالب اكثر بالانتصار، ما عندكش حتى فرصه غير انك تنتصر اليوم باش تحاول ترجع في الكوسه بالباهي. لكن الاهم اليوم اتحقق، واللي هو 3 نقاط فوز النجم الساحلي باش يخليها ان شاء الله المقابله الجايه تدخل بمعنويات مرتفعه امام ترجي الجرجيسي اللي فريق محترم جدا معناه مع انيس بوجلبان. مقابله صعيبه باش تكون في الملعب الاولمبي بسوسه اللي باش يكون فيها زاده مطالب ليتوال انه ينتصر ويحاول يحسن الترتيب نتاعو بشوي بشويه. اليوم ليتوال في وضعيه انه لازم ياخذ البطوله معناها مقابله بمقابله، مقابله بالمقابله، ما لازمش يخمم برشا معناها مثلا في مقابله سي اس اس اللي باش تجي صعيبه. لازم كل ماتش وماتش ويه كل ماتش تتعامل معاه انت والوضعيه نتاعو، وتحاول ديما ما تخسرش نقاط خاصه في الميدان نتاعك. اليوم النادي الفريقي زاد يتعثر امام مستقبل جابس 1-1، والذي لعب في رادس معناها نعتبرها تعثر بالنسبه للنادي الافريقي. يعني لهنا نشوفوا في جمعيات اخرين معناها بدات تفقد نوعا ما في دي بوان، وهذا اللي باش يصير حتى في الجولات القادمه. نشوفوا ستاد تونيزيا المقابله الجايه باش تلعب مع النادي الافريقي، يعني لهنا منافسين مباشرين باش فما ايكيب منهم اكيد باش تفقد نقاط اللي باش تحاول انت تستغلها باش تحسن الكلاسمون نتاعك. اكيد نكون وصلنا لاخر فيديو من برنامج نحكيو كوره، حكينا على النجم الساحلي على المقابله امام النجم المتلوي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما تنساش كالعاده اهم حاجه لايك سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات، واستنانا ان شاء الله في فيديو جديد من برنامج نحكيو كوره. سلام.